السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة بقى عاملين مع بعض كيكة الموز، كيكة كده خطيرة، طعم وريحة وبصوا وكمان فيها القيمة الغذائية عالية. يعني لو عندك ولاد ما بيحبوش الموز دخليها بقى في الكيكة وهتطلع جميلة جدا واستفدتي بالقيمة الغذائية. بس لو أول مرة تشوفيني أنا أميرة أبو المجد، فضلا وليس أمرا ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي. الأول كده نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيجي كده للمقادير، نسمي الله. معايا نص كوباية من السكر ونص كوباية من الزيت، نضربهم كويس قوي، واهم حاجة نتأكد ان السكر داب تماما. تضربيهم بقى في الخلاط بالمضرب الكهربائي براحتك جدا. انا استخدمت هنا كده الخلاط، ومعايا معلقة صغيرة من الخل. بالنسبة للسكر أنا هنا عاملاها السكر قليل، يعني لو انتي حابة السكر يكون مظبوط يبقى كوباية إلا ربع سكر. تمام كده، يبقى لو السكر مظبوط كوباية إلا ربع. لو انتي عايزاها يبقى مش محلية قوي يبقى نص كوباية تمام. معايا هنا 3 حبات من الموز. الموز أنا بشيله مجمد كده في الفريزر، بشيلها زي ما هي كده، بحطهم في الكيس واحطهم برميهم كده في الفريزر. طيب بنيجي بقى نستخدمه في كيكة، في حلويات كتير، في العصير تستخدميه وهو مجمد. طب هنشيل القشرة ازاي؟ هو عبارة عن كتلة من التلج، طبق كده في حبة مية صغيرين لمدة ثواني. يعني وانا كمان يعني انا مش قادرة امسك الموز، لسه متلجة يا دوبك تقدري بس تشيلي القشر. تمام، وهنشتغل بيه وهو مجمد كده بس واحدة واحدة على الخلاط، لأنه عبارة عن كتلة من التلج. ضربناه كويس بقى عامل زي المعجون. خلاص، هيبقى حطينا نص كوباية السكر، نص كوباية الزيت، معلقة صغيرة من الخل، وحطينا 3 حبات من الموز، وحطينا كده عدد 2 من البيض. كل المقادير اللي احنا شغالين بيها بدرجة حرارة المطبخ، مفيش بس الا الموز اللي هو اشتغلنا بيه وهو متلج. طبعا عندك موز طازة دلوقتي هتشتغلي بيه عادي، مفيش اي مشكلة، بس احنا بنتكلم لو في موز زيادة او حاجة بتشيليه زي ما هو في الفريزر، وبنشتغل بيه في حلويات كتير. نيجي بقى للمقادير اللي هي الجافة. خلاص احنا ضربنا البيض وسبناه على جنب. معايا كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، كوباية ونص كوباية من الدقيق الأبيض. طبعا الدقيق لازم يتنخل كويس جدا، يبقى كوباية ونص من الدقيق، كوباية دقيق سميد ونص كوباية من الدقيق الأبيض، نص معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم. طيب البرطمانات ديت بتاعت البيكنج باودر والكربوناتو بصوا جميلة جدا، انا بجيبها من فتح الله، بتقعد معايا افضل كتير من البواكي. وحطينا ذرة الملح. عندي هنا كده شوية من الزبيب، طبعا احنا عايزين نعلي القيمة الغذائية، وكمان لو الولاد ما بيحبوهوش ادينا بنحطها كده جوه الكيكة، بتدي طعم جميل جدا. ننزل بقى بالمواد السائلة ونقلب. خلصت الكيكة كده خلاص، وهنقلب كده بالمعلقة. خلاص احنا كل حاجة، البيض والسكر كل ده مضروب كويس جدا، وحطينا معلقة فانيليا مع فانيليا سايلة، ممكن تستخدمي الظرف عادي. خلاص هنا هنقلبهم على بعض. معايا هنا كده قالب الكيك ده مقاس 20، اي قالب عندك هتشتغلي بيه. حطينا كده ورقة زبدة وابتدينا اللي احنا ننزل المقدار كله. الفرن في الوقت ده ابتدينا ان احنا نشغله، خليناه سخن لمدة دقيقة او دقيقتين، ميبقاش سخن جامد، على درجة حرارة 180. مشغلين الفرن من تحت، هندخلها على الشواية. عندي كده شوية شوكولاتة حطيناها على الوش، وهندخلها الفرن. قعدت معايا بالظبط قد ايه في الفرن؟ 35 دقيقة، يعني مدتها من 35 ل 40 دقيقة، هي بالظبط قعدت 35. طيب انا حطيت لي ورقة الفويل لان لقيت الوش عندها اتحمر وهي لسه ما استوتش. احنا بنجرب كده بالعود الخشب بنشوفها استوت ولا لا، لقيت الوش اتحمر وهي لسه نية، مفيش مشكلة. غطيتها بورقة الفويل وسبتها تكمل التسوية بتاعتها، وطلعت التسوية بتاعتها جميلة جدا.
مش هنقطعها الا لما تبرد. لو انتي زيي بتحبيها سخنه سمي الله وقطعي ولا يهمك. انا مستعجله وعايزه اكلها سخنه، جبت بقى الشبكه وهقلبها على الشبكه علشان تبرد معايا بسرعه. بصوا كده بالراحه كده بنشيل ورق الزبده. ما عندكيش ورقه الزبده بندهن القالب ماده دهنيه وبنغلفه كده بالدقيق ونشيل منه دقيق بقى، نهبدها كده يعني، نزلنا منها الدقيق الزياده وحطي فيها المقدار بتاعك مفيش اي مشكله. هنقلبها كده ونشيل ورقه الزبده بالراحه. ماشي. دلوقتي عندك بقى لو انت حابه ان انت تحطي، لو النص كوبايه السكر وحابه ان انت تحطي شربات، هتحطي حاجه بسيطه. لو انت عندك الشربات اللي هو بتاع الكنافه والبسبوسه كده، القيمه الغذائيه عاليه فيها طبعا، موز، فيها لبن، فيها زبيب، فيها شوكولاته، فيها دقيق السميد، فيعني جميله جدا للاولاد بالذات اللي ما بيحبوش البيض او اللبن او الموز والزبيب. فاحنا كده دخلناها لهم في كيكه ياكلوها حلوه فيها قيمه غذائيه سهله وطعمها جميل جدا. يا ريت تجربوها. واهم حاجه الفرن يكون درجه الحراره 180 على الرف اللي في النص، وتكون سخن بس قبليها بمده دقيقه لدقيقتين مش اكتر من كده. بألف هنا وشفا على اللي يجربها، والسلام عليكم ورحمه الله.